مسرحية مغربية يعني من خلال الكثير من المتابعات. أنا شخصيا ما رحت مهرجان أو مناسبة مسرحية أو حدث فني أو ثقافي حسب ما أذكر في مكان ما من هذا الوطن العربي، وإلا وجدت هذه السيدة حاضرة بارك الله فيها. ايش رايك استاذه بشرى؟ نبدا الحوار ثم تنضم الينا الكاتبه شيخه فجريه. سنبدا يعني نحن بحاجه للبدء لانه العرض يجب ان ياخذ مساحته في وقت لاحق. طيب، تمهيد بسيط لجلسه هذا اليوم التي نتحدث فيها عن هذا الموضوع، المرأة في المشوار الفني. كما يعرف الجميع بأنه يعني المرأة في تجربتها في الاشتغال الفني، والله لا الهلالي أستاذنا نورت أستاذنا، أنا ترى مشتغل ترحيب لحد ما توصل شيخة مرة الطني ما وصلت. فالمرأة في الاشتغال الفني لها خصوصية بالغة جدا بحكم أنها تقدم منتج ثقافي وفني متفرد ومختلف. لست بصدد تفسير هذا الامر، لكن لهذا السبب يعني ضيوفي هذا اليوم ان شاء الله بيكون النساء، وسنسمع منهن ما يجول في قلوبهن باذن الله. فمرحبا مره بك استاذه بشرى. مساء النور، مساء المسرح والابداع. بداية أود تقديم شكري للجهة المنظمة على رأسها وزارة الثقافة والشباب والرياضة وجمعية المسرح العماني. بداية يسمح لي زميلي أن تكون لي هناك إشارة كرونولوجية على دور المرأة في المسرح المغربي، لأن من خلال هذه التوطئة هي حتكون استمرارية الشخص المتواضع. أنا هذه الكرونولوجيا قسمتها إلى 3 أجيال. أولا كان هناك جيل التأسيس، ولابد من الإشارة أن المرأة المغربية عرفت اعتلائها المسرح منذ 1950 من خلال الممثلة تولية حسن المعروفة باسمها الحقيقي رحيم ناصري، وهي أول امرأة اعتلت المسرح في المغرب مع فرقة وحدة للتمثيل العربي. بعد بزوغ الاستقلال طبعا ظهرت هناك أنشطة قام بها كانت الشبيبة والرياضة تقدم سنويا ملتقى يعنى بالحراك المسرحي، وهذا الملتقى أسفر عنه عدة فرق مسرحية من بينها فرقة مأمورة التي تعد أشهر فرقة في المغرب. هذه الفرقة كانت تعتمد على أعمال مقتبسة وأحيانا استنبات من الريبرتوار العالمي. ومن هناك مسرحية التي يعني في فحوى موضوعنا هي مسرحية الشطار أو عامل النظافة. هذا العمل كان مقتبس من خلال الثلاثي المسرحي اللي هو كان تحت إشراف أندري بوازان وطاهر وعزيز وعبد الصمد الكلفاوي. هذه الفرقة كانت تتكون من طيب الصديقي، من أحمد طيب يعيش، من محمد سعيد عفيفي، من عائد موهوب، ومن العربي اليعقوبي السيد برغة، والمرأة الوحيدة كانت آنذاك هي فاطمة الركراكي. فكانت هذه الشرارة الأولى. تلتها بعد ذلك يعني تشجعت لون النسوة وظهرت أسماء مهمة التي عرفت بنهوض الحركي للمسرح المغربي بعد الاستقلال. واذكر على سبيل الذكر حبيبه المذكوري، صفيه زياني، امينه رشيد، فاطمه بن مزيان، خديجه جمال، زينب السماكي. ومجموعه من هؤلاء النسوة كانوا اول رائدات في المسرح الاذاعي كذلك الذي عرف عن طريق الراحل عبد الله بن شقرون. تعتبر هذه هي اللبنه الاولى التي ستعرف. المرحله الثانيه هو جيل الترسيخ، وكانت اصعب مرحله من سابقتها. لماذا؟ لان كانت فتره شيئا ما كان هناك حراك سياسي، فبالتالي كانت هناك ممارسه اعمال ملتزمه تحت الرقابه اللي كانت فيها مخبرين سريين واحيانا علنيين. لكن رغم ذلك انبثقت منها اسماء جد مهمه
على سبيل المثال سوريا جبران واسمها الحقيقي سعدية قطيف، وهي أول فنانة مغربية تتقلد منصب وزيرة الثقافة سنة 2007 بإصدار مولوي لصاحب الجلالة نصر الله. ثم الفنانة نعيمة الشرقي وهي سفيرة النوايا الحسنة لدى اليونيسيف. ثم الشعيبية العذراوي، سعاد صابر، زهور العمري، مالكة العمري، خديجة أسد، وفاء الهراوي، نزهة الدكراكي هي المطرب العالمي سعد مجرد، وعائشة ساجين، نعيمة إلياس، فضيلة بن موسى. هذه الأسماء أنا اختصرت أنها تكون تتشكل من محافظات متعددة للمملكة المغربية. ثم يجي المرحلة الأخيرة وهي جيل تأسيس جيل الدراسة والتكوين، وهذا كان بفضل المرسوم 2083 بتاريخ 18 يناير 85 أحدث معهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي الذي يعمل تحت وصاية وزارة الثقافة. هذا يعني هذا المعهد كان يعني مشتل لأنشطة كثيرة مسرحية، يعني لم تعد يقتصر الدور على التمثيل فقط، فهناك التمثيل والإخراج والتأليف المسرحي والنقد والتقنيات الخشبة والسينوغرافيا وتصميم الديكور والملابس والمكياج. وهنا يعني سأشير إلى نقطة أن أول جائزة في جائزة الهيئة العربية للمسرح حازت عليها ممثلة وهي أسماء الهوري من خلال مسرحية خالف. يعني تطورت المرأة أو تطور حضور المرأة في المسرح يعني من مراحل إلى مراحل. طبعا يبقى تشجيع واستمرارية وهذا لحد يومنا هذا، والبطاقة على هذا يعني صار هناك فرق مسرحية برئاسة نساء كمسرحات يعني وحتى مهرجانات تحت إدارة نسائية كمسرح الجسدي نعيمة الزيطان وأسماء هوري وفونا الرومانك من خلال ملتقى مبدعات المسرح العربي الذين ينعقدوا في مراكش سنويا. نعم، يعني بعد هذا التمهيد أستاذ بشرى لعلني أسأل، وربما يبدو هذا السؤال بديهيا في الإجابة عليه لكن تظل الإجابة متجددة. ليش من الضروري أن نشاهد مساهمة المرأة في المسرح؟ طالما أن المسرح لفترات طويلة يعني حتى أدوار النساء لم تكن تؤديها النساء، فكان يعني هناك مقدرة على تنفيذ الأعمال المسرحية حتى وإن كانت فيها أدوار نسائية دون وجود النساء. بالفعل يعني في فترة الاستعمار يعني 12 سنة كانت هناك فرق معدومة من الحضور النسائي، كانوا الرجال هم من يقومون بأداء دور النساء. وهنا أخص يعني كمثال فرقة بشعيب البيضاوي بالدار البيضاء، كان يعني تقلد الفنان بشعيب أصلا البيضاوي دور المرأة، وكان من محاسن هذه الفرقة أنها في صدارتها التمثيل والمسرح ولكن في خفائها كانت المقاومة من خلال هم تعرضوا العروض كانت في الخيمة التي تعرف بالكواليس، هناك مؤامرات يعني وتوزيع المهام للمقاومين. بعد ذلك يعني تطور الأمر صارت هناك إشكالية أن المرأة ضروري أنها تحضر، فكانت تحضر يا إما باسم مستعار مثلا عزيزة جميلة عزيز اللي هي أمينة رشيد. ليش؟ لأن هناك يعني كانت الأسر والعوائل يعني البنت يعني كانت بصفة عامة يعني البنت أنها تخرج للعمل بصفة عامة، فما بالك بالفعل. لكن كان هناك يعني منفذ وأغلبية المخرجين تزوجوا ببطلاتهم، منهم مثلا محمد حسن الجندي تزوج بصفية الزياني، هناك أمينة رشيد مع تزوجها الأستاذ عبد الله شكرا، يعني بقت يعني وصيتها هو زوجها يعني حاميها يعني، وأحيانا تحمل اسم أو اسم أحد تلامذتها مثل ما عملت سوريا جبران أنها أخذت لقب زوج أختها الذي كان أبوها بالتبني. جميل. طيب
يعني أنت حضرت الكثير من المهرجانات، من الأحداث الفنية الثقافية التي يعني تشهد حضورا للمرأة، ولربما هذا الأمر تفاوت من سنة إلى سنة واختلف. من خلال تجربتك في حضور هذه الأحداث وحتى عملك في مجال النقد، كيف تقيمي التجارب على صعيد المنطقة العربية؟ خلينا نتكلم هنا في منطقة الخليج العربي على سبيل المثال، وخلينا نحدد أكثر في العروض المسرحية إذا أمكن. صحيح، يعني من خلال المسيرة المتواضعة أنا بدأت من 2010 لليوم، يعني أسعدت بمواكبة مهرجانات مسرحية سواء داخل المغرب ولا خارجي، في مغاربيا أو عربيا بصفة عامة أو حتى دوليا. يعني المرأة يعني في مجال المسرح لا تقل عن باقي المهام الأخرى، لأن احنا في السنوات الأخيرة وصل عندنا 7 وزيرات في الحكومة المغربية. نرجع على المسرح، هناك أسماء أنارت الخشبة سواء من خلال البحث والنقد والأداء والإخراج على المستوى المغربي. مثلا هناك تجربة سونيا الفنانة الجزائرية التي لها بصمة خالدة. مثلا في البحث العلمي عندنا الدكتورة جميلة السطيب، الدكتورة ليلى بن عائشة. مثلا تونس جليلة بكار، يعني منى نور الدين، زهيرة بن عمار، رجاء عمار. يعني احنا نتكلم على المغربي. لو رحنا مثلا العراق هناك أستاذة آسيا كمال، هناك إقبال نعيم، يعني مجموعة من الفنانات التي واكبن ما بين الممارسة والنقد والبحث والإخراج. وكما قلت لك يعني أسسنا يعني مدارس مسرحية دون النسيان مصر العظيمة، يعني ما شاء الله، يعني من المرحومة ناهين صالحة، من مؤخرا ودعنا السينوغرافية دكتورة عايدة علام، ومن الشباب الآن الحاضر الآن يعني الذي يقول كلمته في جميع المحافل الدولية. على مستوى الخليج يعني أنا تعرفنا أكثر مثلا تغريد التي حصلت على جائزة النص مؤخرا في مهرجان الخليجي الذي أقيم في الرياض. يعني كاتبة يعني امتهنت أو مارست الكتابة على المراحل، وهذا النص الذي رأيناه في الرياض كان إلى نتيجة مسابقة من المسابقة التي تسهر عليها الهيئة العربية للمسرح في مجال النصوص الكبار. طيب، يعني في هذه الإشارة أنا ما أقصد الحضور العددي أستاذ بشرى، أقصد حضور الفكرة، حضور القضية اللي ممكن أنه تمثلها المرأة، أو يعني ما تجسد هذه المرأة من أفكار وقضايا، وأيضا معايرة نسبية مقارنة بما قد يقدمه الذكور. يعني لما نطلع على عمل مسرحي مثلا هنا في المهرجان، نسبة عدد الممثلين مقارنة بعدد الممثلات يعني في تفوق. زين، ولست بصدد انه اقول هذا احسن او هذا اسوء او شيء كذا من القبيل. حتى على صعيد كتابة النص، لما يكتب النص المسرحي ايا كان مؤلف، وبالمناسبة حتى وان كانت مؤلفة نجد تفوقا لعناصر الشخصيات الذكورية داخل النص المسرحي. مصدر التفوق هذا يعني من وجهة نظرك كبرى. أنا من خلال يعني الاحتكاك المباشر أنا تشرفت أنني أكون منسقة ملتقى عربي في هانوفر في ألمانيا، وكان المحور هو الربيع العربي، وأخذنا المرأة كتيمة، فكانت كل العروض أكثرتها نساء، سواء في التشخيص، سواء في الإخراج، سواء في الكتابة، سواء في السينوغرافيا. وكان هذا الملتقى عرف مشاركات عديدة، مثلا من الأبيض من لبنان مسرحية يعني قدمت من خلال مونودراما أجيبك منين يا علي لفنانة رحمني اسمها، اللي كانت تحكي تسرد قصة واقعية لأبيها من أحد المقاومين الفلسطينيين. كان عرض مصري ليلة الجنوب، كانت مسرحية ديالي المغربية اللي كانت إخراج نعيمة سلطان، التي كانت فيها جرأة عميقة كثيرا وحطمت الطابوهات.
يعني كان حضور نسائي. النقطة الثانية أظن أن كذلك منسقة ملتقى المبدعات العرب. هذا الملتقى يعنى بكل التجارب النسائية سواء في الكتابة ولا في الإخراج وفي السينوغرافيا، وطبعا هذا لا يعارض على حضور الرجل، لأن إحنا يعني كما نقولوا قدر بعضنا فنتحمل بعضنا ونحب بعضنا بكل أريحية. نعم. طيب يعني من جهة أخرى إذا أخذنا بيئة العمل الفني بمنظور عملي واقعي، من وجهة نظرك ليش المخرجين الفنانين حتى المخرجات نفسهم يفضلوا الاشتغال مع الذكور يعني في الأعمال المسرحية؟ هي قاعدة فرضت نفسها. أنا بالنسبة لنا في المغرب أو في ما عندناش مشكل أشتغل مع رجل أو يكون أنا مديرته أو هو مدير، نحن نكمل بعض. يعني لا حياة للمرأة بدون رجل والعكس، ولا حياة لرجل بدون امرأة. حتى المنظومة المسرحية دائما مش حتكون يعني أنثوية، لازم يكون ذكور، والعكس يعني المخرج حتى لو اتكل على جميع الممثلين ذكور في المكياج والملابس يحتاج سيدة. فالأمر فرض نفسه، يعني هي مش إقحام، هي مسألة كيماوية فرض نفسها، يعني مثل الملح والفلفل الأسود ما نفترقان. جميل. أنا عاجبني جدا فكرة التصالح مع مبدأ العمل مع رجل. ربما يعني هذه ليست الموضة السائدة الآن، زين، لكن على كل حال أستاذة بشرى، لكن لما نناقش قضية تخص المرأة، أنا شخصيا أشعر بها، ما أعرف بالنسبة للبقية، بأنه يزج بها كفكرة سياسية، أنه لابد لأنها تنتمي إلى جنس محدد لابد أن تحصل على حصة. العمل في 6 ممثلين على الأقل، ممثلتين نساء، أو في بعض الأحيان نجد نص مسرحي خالي من النساء، لكن لاشتراطات معينة. والله يقول لك يعني أنا بغير هذا الكاركتر، يعني يبدو هذا الكاركتر صالحا للتغيير لتكون ممثلة بدلا عن أن يكون ممثل. أو في بعض المنصات وطبيعة الاشتغال الفني لو خرجنا خارج الإطار المسرحي يشترط أن تكون في نسبة لحضور المرأة. هل أنت مع هذا التوجه أم أن الأمر مقرون بالجودة فقط؟ لا، يعني لازم يكون الحضور يفرض كاريزما وتراكم الشخصية، يعني مش ضروري أننا يعني احنا تجاوزنا هذا الضيق الأفق الضيق. يعني لو أي مهام هي للرجل فتبقى للرجل، لو هي للسيدة تبقى للسيدة. لا هي مثلا نرجع على المسرح، هناك أدوار أنا شفتها بحضور نسائي وحضور يعني الدور كان ذكوري. هذه المسرحية كانت مسرحية بوغابة لتوليا جبران الله يرحمها. في بوغابة كانت توليا جبران المرأة لكن كانت تؤدي دور الرجل. فهذه يعني ما، وحتى كالمتلقين ما كانش عندنا مشكل. المشكل يعني المتعة هي في الطرح، المتعة وفي الحضور. يعني هل هذا الممثل أو الممثلة استطاع أن يقنعني أنا كجمهور؟ فهنا تغيب موضوع أنه ذكر أو أنثى أو كذا. لو خرجنا على المسرح هناك مهن تفرض أنها تكون للسيدة، ومهن تفرض أن تكون للرجل، ومهن لكلا الجنسين. المهم الكفاءة ثم الكفاءة والقدرة العطاء. غير ذلك لا أرى أن هذا الأمر صار مهيمن على حياتنا. نعم، لكن في السياق العام يطرح بين حين وآخر، وهناك من يقول بأن المرأة تواجه تحديات أكثر من الرجل، يعني مشوارها الفني يعني مهدد بعناصر أكثر مما يهدد مسيرة الرجل فنيا. على سبيل المثال الحياة الاجتماعية إذا كانت تنتمي إلى أسرة محافظة، أو الحياة الاجتماعية إذا كان لديها أطفال وهي ملزمة بدورها كمربية وكأم. أيضا يعني بنيتها الجسدية ومتغيراتها طوال العام على غير ما يحدث مع الرجل. يعني
يمسك معاك في الخط ويتعب ويشقى، ما في لا حدود للوقت ولا للالتزام ولا يحزنون. فكيف نظرتك للموضوع هذا؟ أنا أرى أن من يعني أذكر المرأة المتزوجة، من تزوج بامرأة تعشق المسرح فلا بد أن يضحي، يعني لا حتى يوقع الزواج قبل يصير يعني يا أنا يا المسرح لي، لأن المرأة تبقى مرأة يعني، وخصوصا لو كانت أم، هذه الطبيعة تفرض نفسها، هذه غريزة تفرض نفسها، يعني لازم أن تقسم وقتها ما بين الإبداع وما بين الوظيفة. أحيانا تكون هناك وظيفة متناقضة لإبداعها ودورها كأم وكدورها كزوجة يعني. وأحيانا خصوصا تلك اللواتي التي يكون في المحفل الجامعي فهي عندها كذلك طلبة، مسؤول على الطلبة من خلال إشرافها على الرسائل والأطارح. أنا أقول يعني السيدة التي لا ترى أن تتوفر على أنها تكون عندها عملية استنساخ في شخصيتها، صعب أنها تتسير الحياة، أن ذات يوم ستضحي بشيء من الأشياء. فنصيحة وحدة تبقى حرة عشان تبقى للمسرح. هذه دعوة خطيرة شوي. على كل حال شكرا جزيلا لك أستاذة بشرى، يعني في هذه المساحة الموجزة تحدثنا ولن تنضم إلينا الأستاذة شقة الفجرية حتى انتهينا من هذا الحوار. على كل حال أنا حابب أني أسمع مجموعة مداخلات وستكون موجزة إن شاء الله بإذن الله. هلال الهلالي في مداخلة هلال؟ والله ما أتقصر. طيب بنبدأ مع أول مداخلة، تكرما عامر تساعدني بس مع أستاذنا وفنان جان داوود. يعني بحكم أنه الرجل لديه نص مسرحي باسم ثورة النسوان، فأنا سأستعين بثورة النسوان مثل الأستاذ جان داوود يعني ليحدثنا عن وجهة نظره في هذا السياق، وأترك لك المجال أستاذ. أشكرك على حضورك بطريقة ذكية ودبلوماسية. شكرا استاذنا الحبيب، انت صوتك لطيف للغايه وانت الطف بكثير، واتمنى يعني ان تكون هادرا اكثر لانه ما شاء الله المكان يعني مكتظ وايضا الجمهور صاخب بعض الشيء. اوكي. المسألة هي مسألة نظرة المجتمع إلى المسرح بداية. كان المسرح في الزمن الميلادي ممنوع، وكان ينظر إلى الممثل الرجل حتى على أنه رجس من أرجاس الشيطان، إلى أن أتى في وقت ما لاهوتي مسيحي اسمه القديس أوغسطينوس، وبالتالي قال إن هذا المسرح إن بإمكاننا أن نستثمر المسرح وهو نعمة من السماء. وهنا أخذ المسرح كمسرح ديني، استخدم المسرح ليبشر بالمسألة الدينية. هذا الأمر لم يمنع من أن ينظر إلى أي ممثل يقدم عمل مسرحي أو احتفالية بسيطة في الشارع أو سواها على أنه مخالف لقواعد الدين، وينظر إليه على أنه حالة شذوذ أخلاقي في المجتمع. لهذا السبب حتى عندما وصلنا إلى زمن موليان المسرح الفرنسي موليان نفسه عندما توفي لم تسمح الكنيسة بأن تقام جنازة له لأنه ممثل، وبالتالي تمكن أصدقاؤه من الحصول على بدفنه في احتفالية الدفن ليلا. لأن هذا ما سمحوا به لهذه الدرجة. إذا هي نظرة المجتمع أولا إلى المسرح. المسرحي متمرد لما كان المسرحي عنده النفس الطويل، وبالتالي مقاوم ويفهم ما هو المسرح، وبالتالي ما أهمية المسرح للمجتمع وكيف يخدم المسرح للمجتمع. ما كان وصل المسرح حتى مع الرجال. تأخر دخول المرأة إلى المسرح
بدأ يدخل المسرح على سبيل المثل، ليس المسرح إنما الرقص، ربما مع في الاحتفالات، احتفالات البلاط أيام لويس ال14 وغيره، رقص الفالس والسيمار، وبالتالي بدأوا ينجبون إلى أن تأخذ المرأة مكانها في احتفالية راقصة أو سيمارها، ورغم ذلك استمرت النظرة إلى المسرح على أنه أمر غير سوي للمجتمع. انتهينا إلى القرن ال19 وبالتالي تغيرت الأمور، أتت الثورة الفرنسية تغيرت الأمور قليلا، وكلما ارتقى المجتمع بوعيه وفهم مسألة المسرح وأمر المسرح، بالتالي دخل الرجل أكثر، تقدم أكثر، وبالتالي دخلت المرأة في هذا المجال أكثر. أنا كنت أدرس الرياضيات في الجامعة، وبالتالي كتبت أول عمل مسرحي وكان ثورة النسوان، ومن ثم عمل آخر يدافع عن قضايا أخرى أيضا تعني المرأة، وبدأوا ينظرون إلي عندما كنت أنا سأذهب إلى دراسة المسرح، ينظرون إلي ماذا يفعل هذا الرجل؟ وأنا رجل. هي نظرة المجتمع إلى المسرح، وبالتالي غالبا ما هي نظرة فوقية، ننظر إليه إلى المسرح على أنه دون، أنت موجود لغير سبب. المسألة ليست فقط مسألة المرأة. أنا تكلمت على دخول المرأة إلى المسرح في لبنان من بدايات معهد الفنون في عام 1964. كان هناك أستاذة في قسم التمثيل وأستاذة رقص في قسم التمثيل، وبالتالي بدأت نسبة النساء في قسم التمثيل ترتفع. كان عدد الطلاب الذين يتسجلون في المسرح في الدورة الواحدة في تلك الفترة ممكن أن تكون هناك شابة واحدة في بين 20. اليوم هناك 4 أو 5 شباب بين 20 طالبة أو 30 إلى جانب 20 أو 30 طالبة. هذا الأمر يعود إلى المسألة الأساسية. هذا الأمر موجود حتى على مستوى اختصاصات مختلفة. دخلت المرأة إلى السينما لدينا، وهناك عدد من الشابات يدخلن إلى قسم السينما يعني أيضا أكبر من عدد الشباب. في كل الاختصاصات دخلت المرأة، واليوم هي باحثة. نسبة النساء في اختصاص علم النفس تتخطى بضعفين نسبة الرجال. نسبة النساء في الرياضيات في اختصاص الرياضيات تجاوزت عدد الشباب. يعني لدينا في الجامعة اللبنانية في كل الاختصاصات ممكن أن أقول 60% من الشابات و 40% من الشباب. إذا النظرة هي نظرة شاملة، نظرة المجتمع، وبالتالي كيف يدخل الرجل دوره في المجتمع. المرأة نفسها، وأنا لا أتكلم بصيغة النقد السلبي، المرأة نفسها قدمت الرجل عليها. المرأة نفسها، وبالتالي بالطبع ما تكلمت به الأستاذة بشرى، لا يمكن أن نقارن الإبداع بين الرجل والمرأة. لا يمكن أن نقارن، إنما هل هناك قمع خفي للمرأة؟ هل هناك قمع خفي ما زال مستمرا؟ لنأخذ نسبة الباحثات في علم الرياضيات وليس في المسرح. ما هي النسبة؟ في الفلسفة ما هي النسبة؟ هل هناك قصور في عقلها؟ لا. ولكن هناك من سيطر على هذا الموضوع، وبالتالي على المرأة هنا أن تقوم بثورتها أولا معرفيا وتلتزم قيميا لتتمكن من فرض صورتها كما هو الأمر اليوم. فعلا ولا أجامل، رأيت شابات هنا على المسرح، في الخليج في نقلة نوعية. كنت هنا من 10 سنوات وما شاهدت اليوم مختلف تماما، وبالتالي هناك باحثات، هناك كاتبات، هناك آمل أن نرى مخرجات، وآمل أن تذهب المرأة في المجال الاستقبالي وتذهب في الاتجاه البحثي بشكل خاص في الاتجاه البحثي. حتى لو أخذنا أستاذ أحمد
حتى لو أخذنا المرأة في الوقت نجد الرجل مسيطرا على هذه المساحات. لماذا؟ إذا هذا ما يمكن أن أقول في هذه يعني في وقت خصيص لا أريد أن أطيل، فالكلام للضيفة والشيخة والأستاذة بشرى والزملاء الآخرين. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ جان. أشكرك ثانيا. لربما نقول بأنه يعني ثورة النسوان بيد النسوان، صح؟ من دون شك المرأة هي التي تبني. بعدين لا نخفي سرها، الكثير من الرجال خاضعون حيث المرأة هي سيدة المكان في البيت أو سواه، وبالتالي هم ذكوريون بالمظهر ويتظاهرون بأن الدور الأساسي لهم وليس لها، ولكنها هي الفاعل الأساسي. وبالتالي إن كان هناك من تقصير في حضور المرأة أنا أرده إلى المرأة وليس إلى الرجل. شكرا جزيلا لك أستاذنا الحبيب. أنا أعتذر منكم ضيوفنا الأعزاء، فسأمنح المجال الآن للأستاذة شيخة، لكن تعذرني أستاذي سنختم بعد ذلك لسبب وجيز أنه الصالة الآن بدأت تفلت منا. بعدها قلت يدين. طيب مرحبا بكم اولا الاستاذه شيخه الفجريه، الكاتبه المسرحيه والكاتبه الدراميه ايضا، لك اشتغالات متعدده في الكتابه، وسأبدأ مداخلتك الان للاجابه على السؤال القائل: هل الفرص المتاحه للمراه على الاقل في المجال الفني العماني فرص عادلة مقارنة بما يحصل عليه الرجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بجميع الحضور وأشكركم على هذا الاهتمام بالدراما بشكل عام. طبعا مسألة العدل أعتقد أن أول ما نشتغل في دراما كان الجنسين النساء والرجال، أول من نشر حتى الفن العماني إلى خارج عمان هم النساء. بنذكر الأستاذة مهرية خميس وغيرهم من الفنانات هم اللي وصلوا قبل الرجل في مسألة نشر الفنان العماني أو وجود الفنان العماني. تعذرني أستاذ يوسف. في الفن يعني لا يمكن أن يكون هنالك عمل فني درامي سواء مسرحي أو غيره بدون وجود الجنسين. إذا العدالة موجودة حتى في كافة المجالات، لا يمكن إلا إذا كانت مثلا المسرحيات التي يشتغل فيها فقط الفرد الواحد سواء كانت امرأة أو رجل، لكن في جميع الأحوال المرأة موجودة، وقد تكون في مجال الفن قد تكون سبقت الرجل في أماكن أو في مواقع كثيرة سواء في الرسم أو في يعني المسرح. إذا نتكلم عن المسرح المرأة الفنانة العمانية مطلوبة أكثر من الفنان العماني. شفنا في وجودها في الدراما. تصريح خطير أستاذة شيخة. موجودة يعني نحن شفنا مثلا مهرية خميس قبل غيرها، شفنا مثلا يعني كثير من الفنانات العمانيات في الدراما اللي خارج الخليج في الأردن مثلا البدوية، شفنا سيدة الخيبي. فلا الرجل يعني أو المرأة العمانية في المجال الفني تحديدا هي الأسرع وصولا إلى جمهور الخليج والمغرب. نعم، شكرا جزيلا لك. مداخلة موجزة وقصيرة جدا عند أستاذنا الحبيب عبد الله. أيوه. وستكون آخر مداخلة في هذا الحديث حتى نعطي الجمهور الصوت الآن إرادته ورغبته في انتظار العرض. بسم الله الرحمن الرحيم. بصورة سريعة لأننا نتحدث عن المرأة في المشوار الفني والمقصود بها المشوار المسرحي. يمكن لم تذكر تاريخيا. لم تذكر تاريخيا، بمعنى أن لابد أن نشهد تاريخيا بأن المرأة السورية وسوريا قديمة كبرى أي سوريا ولبنان ولبنان فقط
هي قائدة المسرح تمثيلا وتأليفا في العالم العربي كله. فإذا كانت المرأة لم تظهر بقوة إلا في مصر فظهرت عن طريق فرقة سليم خليل النقاش عندما جاء إلى مصر عام 1876 بفتاتين، ثم استمرت الموضوع إلى أن جاء القباني، وللأسف القباني هو الذي جعل الرجل يمثل دور المرأة فعيب عليه، فعاد بالمرأة مرة أخرى. كانت أول مغنية مسرحية ملكة سرور كانت من سوريا، ثم جاءت بقى مصر عندما ظهرت منيرة المهدية وهي أول مسلمة، وعفوا على هذا اللفظ لأن ما قبل ذلك كانوا يهوديات أو مسيحيات من الشام. يجب أن أذكر أن لطيفة عبد الله وهي تتراوح بين كونها من سوريا أو كونها من مصر أول مؤلفة نشرت على حسابها الخاص مسرحية الملكة بلقيس، وأنا اكتشفتها عام 1893 ألفت وطبعت، ثم أعادت نشرها 2001. فدي الريادات كما أقول إن احنا نذكرها في هذا المحفل، وشكرا. جزاك الله خير. شكرا جزيلا لك استاذنا الحبيب. يعني انا اشكر ضيفتي مره اخرى الاستاذه بشرى عمور، اعلاميه وناقده مسرحيه مغربيه، وايضا الاستاذه شيخه الفجريه الكاتبه المسرحيه العمانيه. وادعو الاستاذ هلال الهلالي شاركنا المنصه في هذه اللحظات تكريما للسيدتين. شكرا جزيلا لكما. تفضل استاذ هلال. طبعا استاذ هلال اعلامي قدير وفنان قدير ايضا، بارك الله فيك. حبيب عبد الله، اين ذهبت الهدايا؟ يعني اسأله يعني ايه؟ شكرا لضيفتي العزيزتين، وشكرا للجميع. الاعلام القدير هلال الهلالي، بارك الله فيك. مبروك يا استاذ. وشكرا جزيلا لكم حضورنا الكريم بهذه الجلسه.